بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما من مطبخ همسة الجزائرية جبت لكم اليوم طبق خفيف ظريف توجديه في 2 دقائق. أروحوا مع بعض نشوفوا لي زانغريديون تاعنا. نحتاجو هنا كيلو تاع كبدة تاع الدجاج، يعني هنا راح نديرو مشرملة كبده تاع الدجاج تحفه تحفه، تجي تقطر بالبنه بهاد لي زانغريديون فقط. عندنا الكبده تاعنا نغسلوها نقيوها نوجدوها نقطعوها، عندنا معدنوس، فلفل احمر، فلفل كحل، ملح وشويه كمون، ثوم مسكرفج وفلفل. الحبه تاع القرص فقط للتزيين. نروحوا مباشره لطريقه التحضير باش ما نطولوش عليكم. حط الزيت تاعك في طنيجره ولا في مقله ولا في اي حاجه تكون ما تلصقش، من الاحسن تكون ما تلصقش باسكو الكبده كي تحطيها في حاجه تلصق راح تطلق واحد الكحوله هكا، وحنا ما حبيناهاش تطلق الكحوله، ماذا بينا تخلي اللون تاعها طبيعي ويزيد يجي حمر. يعني صدقوني هذه الوصفه توجد ليه ما تطوليش. تكوني خدامه مثلا وتروحي في الليل تعبانه لازم توجدي العشاء، ليه توجديها وانتي تعشيتي احلى عشاء. كما شفتوا حطينا الزيت تاعنا بعد ما سخن، خليه يسخن مليح باش تاخذ لك تحميره كيما هكا بالطريقه هذه. جست كي يسخن حطي الكبده هذيك تاعك وحركيها مليح، خليها تاخذ هذاك اللون وتطلق العصاره تاعها، ما تنقصيلهاش للنار، عمليها على نار عاليه باش تطلق البنه. جست كي تاخذ هذا اللون، شوفي انا حبيت نوري لكم اللون بالتفصيل. زيدي لها نص مغرفه تاع خل، هذا هو السر اللي يخلي الكمونيه تاعك ولا التقليه تاع الكبده كل واحد كيف يسميها تجيك بنينه. حطي لها الفلفل المقطع وزيدي حطي هنا من الاحسن ديري فلفل حار باش تجي بنينه، واللي ما يشتيش الحار يدير شويه الحلو. حطي لها ثاني الثوم وحطي لها الملح، قلي كل شيء مع بعض على نار تكون عاليه. يعني انا ندقق على كلمه نار تكون عاليه، ما تبطيلهاش. خلي الكبده تاعك تتقلى مليح، خليها تاخذ وقتها، يعني هي ما طولش في الطياب. تعرفوا الكبده ما فيهاش الروح، يعني ثم رايحه توجد معاكم. وشنو هو حركيها دائما، ما تخليهاش هكا وتغطيها، نو حركيها باش تدخل فيها البنه تاع هذاك الفلفل وتاع الثوم. صدقوني يا البنات تجي رائعه في البنه. حطي لي زيبيس تاعك كيما قلنا، حطي معاهم المعدنوس، الكمون، فلفل الكحل، الفلفل الاحمر والملح. هذا مكان يعني ما نحطوش فيها توابل بزاف باش ما نفسدولهاش الطعم. هي الكبده تشتي فقط الكمون والمعدنوس والثوم، هادو 3 حوايج راح تجي رائعه في البنه. في لي زانغريديون نسيت ما حطيت لكمش الطماطم تاع الباطا، باسكو كاين اللي يدير كاين اللي ما يديرش، كاين اللي يحبوا التقليه تاعهم تكون فقط بلي زيبيس والزيت. انا نشتيها شويه تجي حمراء، زدت هنا معاكم شويه تاع طماطم كونسونطري، نص مغرفه برك. هاد الكونتيتي تاع كيلو كبده حطي لها غير نص مغرفه تاع الطماطم باش ما تجيش فيها النكهه هذيك والحماضه تاع الطماطم. يعني كل واحد وكيفاش يحبها. شوفوا حبيباتي، يعني ما نكذبش عليكم، التقليه جات تحفه، اللون رائع والرائحه ما نحكي لكم، شهيتكم في الجنه ان شاء الله. بعد ما تتقلى مليح زيدي لها كاس تاع ماء يكون سخون فقط، هذا مكان. شوفوا حبيباتي لاصوص كيفاش خاطره ثقيله، صدقوني وجدت في 10 دقائق فقط. يعني جوست انا لميت واحد الحويجات هكا ورجعت عندها لقيتها طابت. غطيها وخليها تكتك مامبا 7 مينوت وطفي عليها وخليها تقعد في البخار هذاك تاعها. من بعد حبيباتي شوفوا لي هذاك الجمال، شوفوا لي هذاك الروعه تاع الكبده مشرمله. سخفتكم في الجنه، سمحوا لي بزاف، يعني كاش ما وحده تتوهم ولا عجبتها ولا تسمح لي. مي الطبق رائع، البنه خيال، هذيك المغرفه تاع الخل عطاتها واحد الذوق ولا أروع. نتمنى تجربوها بهذه الطريقة وتنال إعجابكم. خبيوا الوصفة ثاني لرمضان، بما أننا قريب لرمضان راحين تحتاجوها. خفيف ظريف دائما. اللي وصلت معايا لنهاية الفيديو نقولها حبيبتي ما تنسيش تفعلي زر الجرس إذا حابة تشوفي وصفات سهلة وسريعة وبسيطة ولذيذة في نفس الوقت. مع السلامة.